السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير إن شاء الله تكونوا على خير. المقادير أبنات ديال الكيكة. بالنسبة للكيكة البنات كتجي اقتصادية وسهلة وكتجي مفشفشة وكتجي رطبة بزاف، صراحة البنات غتعجبكم. بالنسبة للمقادير عندي هنا 4 البيضات، 200 غرام ديال السكر سنيدة، 1 الحب ديال دانون، وكاس معامرش ديال الزيت، و2 ساشيات ديال الخميرة ديال الحلويات، وتقريبا 200 غرام ديال الفورص. المهم البنات انا غادي ندير بعض البيضات، غادي نعزل الصفر على الابيض، غادي ندير الصفر بوحدو والبيض بوحدو. بالنسبه للكيكه كتجي صراحه كتجي زوينه، كما شفتوا الطريقه راه مختلفه ديال الكيك. هنا بعد ما عزلت البيض بوحدو والصفر بوحدو، هنا خديت بيض البيض، درت ليه واحد القريصه ديال الملحه صافي، وغادي نطلعو حتى يطلع مزيان يولي بحال الثلج، وعاد غادي نمشي نخلط المكونات الاخرى. المهم هنا غادي نطرب مزيان، غنبقى نطرب حتى يطلع حتى ما يبقاش سائل. هاد الكيكه البنات صراحه كتاخد شويه الوقت في التحضير، ولكن صراحه كتجي مختلفه على الكيكه العاديه اللي كنديرو. كيجي واحد الهشاشه فيها لداخل، وكتجي فتيه بزاف، وفي نفس الوقت كيجيش لينا صفرا من الداخل، كتجي بيضه وكتجي زوينه. غير جربوها بهاد الطريقه. هنا البنات كيما شفتوا من بعد ما طلعت البلون ديال البيض طلعته وضاعف الحجم ديالو. هنا خديت 4 صفار ديال البيض، زدت عليهم 200 غرام ديال السنيده. بالنسبه للسنيده تقدروا تزيدوا، انا كندير 200 غرام صافي، كتجي معتدله في الحلاوه. هنا درت كاس تقريبا نقص شويه، ما عمرش بزاف ديال الزيت. هنا المكونات كلها غادي نخلطها مع الصفر، غادي نخلي هذاك البيض ابار حتى الاخر، عاد غادي نزيدو مع الصفر. هنا شفت باقي شويه ديال السكر حيتو. هنا غادي نزيد واحد دانونه. هنا درت النكهه ديال الفاني، من الاحسن نديرو النكهه ديال الفاني حيت انا مازال غادي نزوقها من الداخل بالشكلاط. تقدروا تخليوها سامبل البيضه حتى هي كتجي احسن. نعاود معكم البنات المقادير. فيها 4 البيضات، واحد الحك ديال دانون، كاس ديال الزيت، 200 غرام ديال السنيده، واحد القشور ديال حامضه، وجوج خمارات ديال الحلوى. وبالنسبه للدقيق انا كندير عيني ميزان، المهم تقريبا كدير شي 200 غرام ديال الدقيق. غادي نعبر بالعلبه ديال دانون باش نشوف شحال من علبه غادي تهز ليا. هنا كما شفتوا غادي نحك هذيك لازيز ديال الحامض، تيكهو لينا هذاك. لما كتوفرش لكم الفاني كنديروه كيجي زوين، تا كيعطي واحد النسمه زوينه في الكيك. هنا كما شفتوا غادي نخلط مزيان هذاك الصفر البيض مع السكر مع دانون مع الزيت مع ديك القشره ديال الحامض صافي. دابا غادي نعصر شويه ديال هذيك الحامضه اللي قطعتها، اللي حكيت لها القشور ديالها، غادي ندير شويه ديال العصير. غادي نطرب مزيان. هنا البنات بعد ما خلصت كلشي دابا غنبقى نزيد هاد البلون معلقه بمعلقه. بالنسبه للطراب راني درتو على الدرجه الاولى، يعني ما كيطربش بالجهد باش ما يهبطش لينا البيض، غير كنخلط يعني الطراب هابط في السرعه، غير باش ينسجم ليا داك بياض البيض مع ديك المكونات ديال اللي درت مع صفر البيض. هنا غنبدا نخلط. المهم كنبقى نضيف هداك البيض، صراحه كيجيب الكيكه رائعه. غير جربوها البنات بهاد الطريقه والله العظيم غتعجبكم، احسن ما تطربوا البيض كامل خطره واحده، كتجي الكيكه مختلفه. هنا كما شفتوا راني خلطت مزيان، وغنكمل كاع داكشي اللي بقى ديال البيض. هنا دابا غنحسب شحال من حك. هذا الحك الاول عمرته بالفورص بالدقيق، هذا هو الاول. دابا غادي نخلط غير بسباتيلا. هنا حيت واحد العظم ديال الحامض، حيت كما شفتوا عصرت الحامض غير بيديا. هذا الكاس الثاني. هنا خديت 2 ساشيه ديال الخماره ديال الحلوى، 8 غرام 8 غرام، غادي نزيدهم كاملين. دائما كنبقى نغربل حيت باش هذاك
يتساجم ليا مع الخليط ما كيكونش فيه هاديك الحبيبات، ديما كنغربلو، صافي كنبقى ندخل بالسباتيلا حتى كيتخلط ليا الخليط مزيان. بالنسبة للكيكة أنا غادي نطيبها في الفران ديال الضو، الصراحة كنسخّنو أنا كنسخّن الفران عاد كندير فيه الكيك، هنا البنات نقصت واحد شوية ديال الخليط، زدت فيه واحد الساشي ديال الكاكاو المُر، أنا بغيت نزوقها لداخل بالشوكلاط، تقدروا ديروها بلاش صراحة حتى بلا شوكلاط كتجي زوينة، غير أنا وليداتي كيبغيو الشوكلاط درت لهم الشوكلاط، هنا كيما شفتوا راه درت 2 حكاك وزدت النص. المهم أنا درت في المجموع 3 ديال الحكاك ديال دانون ديال الدقيق كيما شفتوا راني كمّلت هاديك الشوية، صافي باش غادي يجيني القوام ثقيل شوية باش الكيكة ملي تدخل الفران ما تنزلش، اللي كيخلي الكيكة تنزل هي ملي كيكون عندنا القوام خفيف بزاف، غير كندخلوها الفران كتبدا تطلع كتجي ساهلة فاش كتنفخ، ولكن ملي كتبغي تطلع ملي كتبغي نخرجها من الفران كتهبط، حيت كيكون الدقيق ما فيهاش كمية كافية، من الأحسن نعطيوها حقها ديال الدقيق وفي نفس الوقت ما نقصحوهاش، يعني راعينا ميزاننا كيما شفتوا راها باقي السائل، راه باقي الخليط ماشي قاصح كيما شفتوا، وفي نفس الوقت راه شاد راسو، كيما شفتوا أنا خديت المول دهنتو بالزبدة ورشتو بشوية ديال الدقيق، هنا زدتو حتى آخر المطاف درت واحد المعلقة ديال الخل اختيارية حتى هي كتحسن من الكيك، كتخليه فتي، ما كانش ما ديروهاش حتى هي كتجي زوينة ما كاينش حتى شي مشكل، صافي البنات كيما شفتوا أنا صافي حبست الدقيق هنا غادي نمشي غادي نخلّط هداك الخليط التاني اللي درت فيه كاكاو، هذا البنات اختياري تقدروا ما ديروهاش، أنا غير عندي واحد الساشي ديال الشكلاط درتها، تقدروا ديروا غير الكيكة سامبل هكا كتجي أحسن، أنا صراحة كتعجبني سامبل، ولكن عندي وليداتي تيبغيو الشكلاط درت ليهم شوية ديال درت ليهم في الوسط الشكلاط باش ياكلوها، صافي أنا شت داك الكاكاو غيجي شوية قاصحة زدت شوية من الخليط. كيما شفتوا البنات صورت كاع المراحل ديال الكيكة بالتفصيل، يعني إن شاء الله تجي ناجحة وتعجبكم وما تهبطش ليكم بعد ما تخرجوها من الفران، حيت كنشوف بزاف ديال البلايص ولا الناس كيقول لك ولا في الفيس ديما كنلقى بنات كيتشكاو من الكيك اللي كيكون اللي تيخرجوه من الفران تيكون من فوق كيخرجوه تينزل، هاد أغلبية كيكون عندهم من الدقيق ما كيعطيوش الكيكة حقها في الدقيق. هنا كيما شفتوا غندير واحد الكمية ومن بعد غادي نزيد هاد اللي فيه الشكلاط غنديرو الوسط، أنا غندير غير خطوط عشوائية كيما شفتوا، وغنعاود ندير الطبقة الثالثة بالخليط الأبيض هذا، هنا داكشي اللي بقى غنديرو في الوجه ديال الكيكة. صافي هنا كيما شفتوا البنات خديت واحد قتيب ديال الشوا وكنبقى نخلط بحال هكا باش هداك الشكلاط كيجي بحال شكل رخامية كتجي كيكة رخامية، كيما قلت لكم تقدروا ما ديروش هداك الشكلاط حتى هي كتجي زوينة. هنا كندخلها الفران، بالنسبة للفران كيكون شاعل الفوق والتحت حتى كيسخن مزيان، أنا درتها في الفران ديال الضو، دخلتها حيت طفيت الفوق خليت غير التحت وخليتها على 180 درجة، كيما شفتوا باقا سخونة راه ما لصقات ما والو، سخونة حيدتها وسخونة خرجتها من الفران كيما شفتوا ما كطيح ما حتى شي حاجة، ما كتفش كيما كنقولوا. صافي هنا كنقطع كذلك وهي سخونة حيت ما عنديش الوقت ضروري كنصور خصني نقطعها، والله البنات إلا جات طالعة غير في الكاميرا ما كتبانش مزيان، جات تبارك الله كيكة نيت وجات لذيذة حيت هداك البياض كيخليها تعطينا واحد كتجي مرتفعة، شتيها البنات كي دايرة من الداخل.